لو عميلك قال لك لا، في اغلب الظن انت فاهم السبب غلط، لان ده اللي حصل معايا بالظبط. كنت بتصل بعميل مرة واتنين وتلاتة، وفي المرة السابعة قال لي انا مش رافضك، ولكن انا مش شايف سبب اني اغير. قفلت المكالمة وقعدت افكر الحوار اللي كان ما بيني وما بينه. لقيت ان انا تقريبا طول الوقت كنت بتكلم عن منتجي، مواصفاته، جودته، سعره، ونسيت ان اتكلم مع العميل عن اهم حاجة، مشكلته. العميل مش بيشتري منتج، العميل بيشتري حل لمشكلة مضايقاه. لما بدلت كلامي مع العميل من ان انا عندي احسن منتج في السوق لان انا عندك مشكلة وانا عندي الحل بتاعها، البيعة تمت من اول مكالمة، لاني بقيت بتكلم معاه عن مشكلته هو مش عن منتجي انا. نصيحتي ليك، العميل اللي قال لك لا النهاردة هو مش رافضك، ولكنه لسه ملقاش عندك حل لمشكلته. فعلشان كده ما تبيعش المنتج، بيع الحل.